اهلا بيكم. النهارده هقدم لكم كيكه بصوص الشوكولاته والكريمه بطريقه سهله جدا وبسيطه. عندي بوله نزلت فيها ببيضه ونص كوبايه من السكر وكيسين من الفانيليا ونص كوبايه من اللبن. هبتدي اخلطهم مع بعض بالمضرب الكهرباء او بالخلاط زي ما انت شايفه بالشكل ده. اكون محضره عندي نص كوبايه من زيت الذره هنزل بيها على الخليط وهستمر في الخفق لحد ما يديني القوام واللون الفاتح ده. هكون محضره عندي كوبايه من الدقيق، هنزل بنص الكوبايه، مش هنزل بالدقيق كله، مع معلقه كبيره من البيكنج باودر واستمر في الخفق. بعد كده هنزل بنص الكوبايه التاني واخفقهم مع بعض لحد ما يديني القوام ده. اكون محضره عندي معلقتين كبار من الكاكاو الخام وكيس نسكافيه بلاك، بتفرق جدا بجد طعمها مع النسكافيه. بعد ما اخفقهم مع بعض ويديني القوام ده، هكون محضره عندي نص كوبايه من الميه المغليه هنزل بيها عليها. الميه المغليه هنا هتخليها هشه وطريه جدا، بيبقى طعمها خطير. هجيب بقى عندي الصينيه او القالب اللي انا هدخله الفرن، دهنته دهنه زيت، هنزل بخليط الكيكه كله زي ما انت شايفه بالشكل ده. هخبطه خبطتين صغيرين كده على الرخامه عشان الهواء. بعد كده ادخله الفرن، اول ما يطلع هيستوي ويطلع معايا بالشكل ده، واخد 35 دقيقه بالظبط. هبتدي اعمل فيه سكوب. هكون محضره عندي نص كوبايه من اللبن، هسقي الكيكه عشان تبقى هشه وطريه معايا. هسيبها بقى لحد ما تبرد خالص. بعد ما بردت هكون معايا بالشكل ده. هكون محضره عندي كريم شانتيه حطاه في كيس الحلواني عشان اعرف اوزعه على سطح الكيكه بالتساوي زي ما انت شايفه كده. طبعا معاكي قناه مطبخ فوفا، لو اول مره تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفاتي. بعد كده هبتدي افرده بالشكل ده، يكون السطح بتاع الكريمه متساوي. هكون محضره عندي صوص شوكولاته. جبت عندي مكعب شوكولاته 200 جرام مع نص كوبايه من اللبن، سيحتهم اداني القوام والتقل ده. هبتدي اوزعه على سطح الكيكه زي ما انت شايفه بالشكل ده. بعد كده هبتدي اعمل خطوط رفيعه بالكريمه وبالخله، هبتدي اعمل خطوط رايح جاي، خطوط تموجيه. التزيين ده حاجه ترجع لك انت زي ما انت شايفه بالشكل ده. اداني الشكل الحلو ده. طريقتها سهله جدا وبسيطه، هتنجز معاكي في وقت قليل جدا. لو جاتلك ضيوف على غفله تعمليها للولاد كده في البيت يوم خميس او حاجه يتعشوا بيها بالليل. بجد طعمها حلو قوي وسهله وبسيطه. عايزه اقولك ان طعمها زي طعم الجاتو. امشي بنفس الطريقه اللي انا قلتلك عليها. هتعملي كيكه بصوص الكريمه مع الشوكولاته، بجد طعمها تحفه. الكيكه هشه جدا طريه، طعم النسكافيه بجد خطير مع الكيكه. امشي بنفس الخطوات اللي انا قلتلك عليها. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد من وصفات مطبخ فوفا. واستنيني في وصفات تانية كتير، والف هنا وشفا. سلام عليكم.